الله الرحمن الرحيم. النهارده بنوجه استغاثة عاجلة إلى كل من يهمه الأمر. مشكلة الأنابيب أديلها النهارده أكتر من 50 يوم ولم يتحرك أي أحد من المسؤولين. هنشتكي لمين؟ فين الحكومة؟ فين الأهالي؟ الأهالي أهي حل هيطرس. مفيش أنابيب أديلنا أكتر من 50 يوم. تركونا لعصابات، مافيا بيقوموا بسرقة قوت الشعب. أنبوبة البوتاجاز اللي هي المصدر الرئيسي للفقير قبل الغني بيتلعب فيها. في مافيا، في حرامية ماسكين قال ايه مشروع الشباب الخريجين. دول مشروع الحرامية. الناس دي حرامية بتكتسب يوميا اكتر من آلاف الجنيهات في سبيل ان هم بيسرقوا قوت الشعب. فين عضو مجلس الشعب اللي اسمه عمرو الاشقر ده اللي موكلني واحد اسمه بكر عبد النبي؟ فين بكر عبد النبي ده اللي بيقولوا عليه؟ فين اعضاء مجلس الشعب؟ فين حي التبين؟ السيدة هالة رئيسة حي التبين قالت اكتر من مرة ان الحكر 7 مربعات، كل مربع ينزل له 50 انبوبة. قلنا ماشي، 70 في 50 ب 350 انبوبة. الموضوع ده ما استمرش اكتر من مرة او مرتين، ودخلت مافيا الحرامية اللي هم بدل ما يحموا الشعب بيسرقونا. والدليل على ذلك في ولد هناك اسمه مجدي توفيق، امين شرطة في اسم التبين، ده بيوزع الانابيب بمعرفته. احنا عايزين حد من الحكومة يرد علينا ويقول فين الانابيب. نحن لا نكذب ولا نتجمل. الصورة اهي، الانابيب اهي قدامكم والناس ومحدش سائل فيهم. هل هم النهارده بص اهي، هل هم النهارده عايزين ثورة عشان يرجعوا يقولوا الناس قايمة بثورة؟ هل هم عايزين ثورة على الراجل؟ لا، احنا عايزين. انتوا بتقولوا الدعم بيصل لمستحقين. لا في دعم ولا في مستحقين، ده الدعم بيروح لحراميين. الحرامية اللي بنوا قصور وبنوا بيوت واساميهم موجودة، وانا مستعد لكل كلمة بقولها ومعايا المستندات. 7 مربعات في الحكر في 50 انبوبة يعني 350 انبوبة. بيجي الحكر 80 انبوبة والباقي بيتباع في السوق السوداء على مرأى ومسمع من الناس اهي بتجري اهي، الناس بتجري اهي. فين الانابيب يا حكومة؟ فين يا شعب؟ المحافظ اخر مرة نزل وقال انا امرت رؤساء الاحياء ان هم ينزلوا في الشارع. فين رئيسة الحي اللي نزلت في الشارع؟ هل هو ده شو اعلامي؟ احنا عايزين الحقيقة. فين الحقيقة؟ الناس تعبانة، الناس عايشة تحت خط الفقر. حكر التبين ناس تعبانين تحت خط الفقر. فين الانابيب اللي بتنزل لهم؟ 350 انبوبة معمولة لهم يوميا تبع الاتفاق اللي اتفقنا بيه مع هالة رئيسة الحي. نفاجئ ان 80 انبوبة بيتدلوا و270 بيتسرقوا وبيتباعوا في السوق السوداء، والناس قاعدة لا حول لها ولا قوة. فين الحكومة؟ احنا عايزين الحكومة، عايزين هالة. فين هالة رئيسة حي التبين؟ قاعدة في التكييف. هو ده عملها؟ أين أنت يا أستاذ عاطف عبد الحميد فرائد المحافظ الجديد اللي نزل وقال أنا أمرت رؤساء الأحياء يتدلوا الشارع؟ فين يا أخويا الشارع أهو، والناس تعبانة ومفيش أنابيب. والفضل بقى في الفساد للجماعة بتوع الشباب الخريجين، أشرف عبد الحفيظ
وعادل عبد الحفيظ اللي عملوا قصور ومش مكفيهم. يا حكومة اتحرك، انا بقول للحكومة تتحرك تتحرك تتحرك، لان احنا داخلين على كارثة كبيرة كبيرة. لما الفقير في الحج مش لاقي انبوبة البوتاجاز يبقى يروح لمين؟ حرام عليكم يا حكومة، اهتموا شوية بالناس. وبقول لرئيسة الحي تعالي ارض الواقع، اركبي عربيتك وتعالي وانزلي الحج، هتلاقي الناس التعبانة، الناس اللي عايشة تحت خط الفقر. وانا اسمي سيد محمد سعد ابو فاضل، ومستعد للمساءلة القانونية. والسلام عليكم ورحمة الله.